يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح شارككم طريقة تحضير أطيب لازانيا بالسبانخ والفطر والجبنة. ريحتها بتشهي وطعمها كتير طيب. الخطوة الأولى أنه رح أنقع المعكرونة أو اللازانيا بالمي السخنة مدة 10 دقايق بس، لأنه هيدي الأكلة ما فيها كتير سوائل وبديهم يكونوا طرايا. وبطنجرة على نار متوسطة حطيت الفطر المقطع، طبعا فطر طازج أطيب بكتير من المعلب، وضليت عم قلبه من دون زيت ولا زبدة لحتى بلش يطلع ميته وبلش ياخد اللون الأشقر. وبس يصير بهيدا الشكل، إذا بتلاحظوا صار كعبهم أشقر، رح أضيف عليهم ملعقة كبيرة من الزبدة، قلبهم مع بعضهم شوي وبتبل بالملح والفلفل الأسود. وبس تختفي الزبدة على الآخر بشيلهم على جنب. وبنفس الطنجرة حطيت 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون، وضفت عليهم بصلة متوسطة مفرومة ناعم، بقلبها شوي لحتى تدبل، أنا ما بدي إياها تاخد لون. وبرجع بضيف عليها 3 حبات من الثوم المهروس، وبحركهم مع بعضهم دقيقة لحتى تطلع ريحة الثوم. وبضيف عليهم ضمة من السبانخ الأخضر، طبعا منقى ومغسل ومفروم فرم خشن. وطبعا إذا ما توفر عندكم سبانخ طازج ممكن تستخدموا السبانخ المثلج. ومنتبلهم بملعقة صغيرة من الملح ونص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. منقلبهم مع بعضهم لحتى يدبل السبانخ وتنزل الكمية لأقل من النص مثل ما شايفين، وطبعا حتى تنشف ميتهم وما يكون فيهم مي أبدا. وبهيدا الوقت رح أضيف عليهم الفطر يلي سويناه بالأول، بخلطهم مع بعضهم وبحطهم بجات على جنب لحتى يبردوا. وبس يبردوا على الآخر رح ضيف عليهم كوب من جبنة الريكوتا أو جبنة القريش، طبعا فيكم تستخدموا أي نوع جبنة متوفر عندكم، وكوب من جبنة الموتزاريلا. قلبتهم مع بعضهم وهيك الحشوة صارت جاهزة. طعمتها كتير طيبة، بنصحكم بالتجربة. وبهيدا الوقت بطنجرة على النار حطيت ملعقتين كبار من الزبدة مع ملعقتين كبار من الطحين، حركتهم مع بعضهم دقيقة، ورح بلش ضيف الحليب تدريجيا، وطبعا مع التحريك المستمر حتى ما يصير عنا تكتلات. استخدمت 2.5 كوب من الحليب، وطبعا بننكهها بملح وجوزة الطيب، ومنضلنا عم نحرك على نار متوسطة لحتى يبلشوا يغلوا. بس يبلشوا يغلوا لاحظ انه بلش يشتد قوامهم، وهيك بتكون صارت صوص البشاميل جاهزة. وما تخلوها تطلع شديدة كتير، لانه هي كل ما بردت كل ما اشتد قوامها اكتر. شوفوا هون كيف بلش يشتد قوامها لانه بلشت تبرد شوي. بصينية الفرن حطيت شوي من صوص البشاميل، طبقة من اللازانيا اللي نقعناها 10 دقايق، طبقة من السبانخ مع الجبنة والفطر، كمان طبقة من المعكرونة، وبكرر العملية لتملى الصينية على الآخر. ومن بعد هيك بغرقهم بصوص البشاميل وبعمل فيها شوية فتحات بالسكينة حتى تتشرب لتحت. حطيت على وجهها جبنة الموتزاريلا ودخلتها على الفرن حرارة 200 مئوية مدة 20 دقيقة بالرف الوسط، والفرن والع بس من تحت. شوفوا هاللون الأشقر اللي أخدته من دون ما نولع من فوق أبدا. بعد ما تطلع من الفرن ربع ساعة منقطع ومنقدم، وألف صحة وهنا.